هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهارده هنتكلم عن الاحتياج. زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، موضوع مهم جدا. كلنا بنحب ان احنا نتكلم عنه او محتاجين نسمع عنه كتير. عمرك حسيتي انك محتاجه بس حد يسمعك من غير ما يقولك انتي صح ولا غلط؟ اوقات كتير بنبقى محاصرين وعايزين بس نفرغها، نتكلم، بس مش عايزين حد يحكم علينا. وانا هنا عشان اشاركك شعور كتير مننا بيعدي بيه، شعور غريب بس شعور طبيعي قوي. اللي هنتكلم عنه النهارده مش نصايح جاهزه او حلول سريعه، ده مجرد كلام من القلب، من قلبي لقلبك، كأنك قاعده مع اختك الكبيره او مع حد بيفهمك ويسمعك. تعالي نفكر سوا، ليه احنا بنحتاج ان حد يسمعنا من غير ما يحكم علينا؟ ليه احنا بنحتاج حد يسمعنا من غير ما يحكم علينا؟ الاحتياج ده بيجي من قلبنا، من احساسنا العميق اننا محتاجين ان احنا نكون مفهومين، مش مجرد مسموعين بالكلام، لكن مشاعرنا مفهوم. حد يسمعنا بدون حكم ده بيخلق مساحة امان جوانا، مساحة نقدر نكون فيها احنا، نكون على طبيعتنا. اوقات كتير محسناش بالاستماع ده، لو محسناش ان احنا مسموعين بندخل في حالة كده من العزلة، بنحس ان احنا لوحدنا مع مشاعرنا وان محدش فاهمنا. ممكن تكوني جربتي كده تكلمي حد وتحسي ان انتي مش لاقيه الفهم الحقيقي، او بتحسي ان هو سامعك من غير ما يكون فاهمك بجد، يعني مجرد ان هو بيسمع وخلاص، بس مش بيسمع بجد، او مش بتلاقي الفهم الحقيقي من خلال الكلام اللي انتي بتقوليه ده. انا كمان جربت كده، مره كنت محتاجه بس افتح قلبي في يوم صعب مر عليا، وحاولت احكي لحد، وفجاه حسيت ان هو مش مركز معايا كويس، بينتقد، او بيحاول يقولي ان اللي انتي عملتيه ده مش صح، او بيحاول يصلح شعوري بدل ما يسمعني. وهنا فرق كبير بين ان حد يسمعك وبين ان حد يحكم عليك. اللي بيسمعك ده بيسمعك بكل اللي انتي هتقوليه، سواء كان ايجابي او سلبي، سواء كان مشاعر متلخبطه، مشاعر انتي حاسه بيها مثلا دي مش مشاعرك اصلا، مش مشاعرك الحقيقيه، بس بتفضفضي وخلاص. فاللي بيسمعك هيسمع كل ده من غير ما يحكم عليكي، لكن اللي عايز يحكم عليكي هيكون بيسمعك علشان ينتقد كل حاجه انت بتقوليها او كل تفصيله انت بتقوليها، عشان هو عايز ينتقد، مش عايز يسمع بجد. مش شرط يكون هيديكي نصايح، هو مجرد بس بيسمع، وده بيريح قلبنا. يعني مجرد الاستماع ده بيخلينا مرتاحين من جوانا، حتى لو هو مش هيدي نصايح، وده شيء ما يتعوضش. خليني احكي لك شويه مواقف بسيطه كده من حياتي، يمكن تحسي انها مألوفه عليكي. مره كنت حاسه بضغط كبير من الدراسه وايام الكليه، قلبي مليان مشاعر، كنت محتاجه بس حد يسمعني، مجرد يسمع، مش يقولي ليه كده، او ليه ما عملتيش كذا، او ليه ما تصرفتيش بالشكل ده. كتبت كل اللي حسيته على ورق، قريتها لنفسي بصوت عالي، حسيت ان قلبي هدي كده من جواه شويه، وان الحمل التقيل اللي كان شايله ده بدأ يخف. في مرة تانية كنت بحكي لواحدة صاحبتي عن موقف، عن احساس ان انا كنت مكسوفة في موقف حصل لي، مجرد ان هي لما سمعت لي من غير حكم حسيت براحة رهيبة. انا بس كنت عايزة احكي من غير ما احس ان حد يحكم عليا او يتريق على مشاعري، او يقلل منها او يتفه منها. حسيت حرفيا اني مش لوحدي، حسيت كده ان حد بيطبطب عليا، حد بيحضن مشاعري من جوه، او بيحضني من جوايا. فشوفوا، مجرد بس ان حد يسمعكوا، او فكرة الاستماع لوحدها ديت بتعمل يعني عجايب. وده جزء من السر، اننا كلنا محتاجين مساحة آمنة نقدر نعبر فيها عن نفسنا وعن مشاعرنا وعن كل حاجة جوانا، مش مجرد سماع بالكلام، لكن سماع بالشعور، سماع بالإحساس. انت حسي ده مع صاحبتك، مع أختك، انك تسمعي نفسك بدون ضغط أو حكم. حتى الموضوع ده بنعمله مع نفسنا، ممكن تسمعي انت نفسك
وصوتك الداخلي وافكارك ومشاعرك، بس تقعدي تحكمي عليها، تقعدي تزعقي لها. تلاقي كده، تلاقي ان انتي من جواكي بتقعدي تقولي مثلا، تتفهي انتي من مشاعرك، تقللي منها، تقعدي تحكمي عليها، تقعدي تقارنيها بمشاعر حد تاني او باي حاجه. فده لوحده احنا بنعمله اصلا مع نفسنا، فما بالك بقى ان انتي اصلا تسمعي نفسك من غير حكم، زي ما انتي محتاجه ان ده يحصل معاكي من شخص اخر، او محتاجه ان حد يعمل معاكي كده. فانتي بجد لازم تحاولي تعملي كده مع نفسك. انتي اولى من اي حد غريب ان هو يسمعك. انتي اولى لنفسك، ان انتي اللي تسمعي نفسك من غير احكام، من غير اي حاجه، اولى من الغريب يعني من الاخر. فحاولي تجربي ده مع نفسك وابداي تعودي عليه الاول، علشان ما تحسيش ان انتي محتاجه لمصدر خارجي ان هو يحسسك ان انتي مسموعه ومفهومه. فعايزين ان احنا نبدا النهارده رحلتنا سوا في ان احنا نلبي الاحتياج ده، نلبي احتياج ان احنا عايزين نكون مسموعين، نكون مفهومين من غير حكم. واول حاجه نعملها ان احنا نبدا ده مع نفسنا، مش نطلبه من مصدر خارجي او من شيء خارجي. فاول حاجه محتاجين نعملها، فمهم جدا انك تعرفي الاحتياج ده مش غلط. فمهم جدا كمان انك تعرفي ان الاحتياج ده مش غلط ومش ضعف. الاحتياج ده طبيعي، طبيعة بشرية موجودة فينا، يعني جزء من انسانيتنا. طيب ازاي نقدر الاحتياج ده بشكل صحي؟ زي ما انا قلتلك ان احنا لازم نبدأ رحلتنا سوا في الموضوع ده، ان احنا نلبي احتياجاتنا او نلبي احتياج اننا مسموعين ومفهومين ده مع نفسنا. اول حاجة عشان تعمليها هو ان انتي تسمحي لنفسك ان انتي تحسي، ما تحسي انك محتاجة تسمعي نفسك، تتكسفيش من ده، تحسيش ان هو في حاجة عيب. تاني حاجة، دوري على مكان هادي آمن للاستماع. المكان ده ممكن زي ما انا قلتلك يكون نفسك اولا، ممكن يكون حد انتي بتحبيه، واحدة صاحبتك، صديقة او صديق انتي بترتاحي ان انتي تتفضفضي معاهم او تتكلمي معاهم، او حتى كتابة يومياتك على دفتر من ورق، او حتى تسجليهم يا ستي في ريكورد وتحتفظي بيهم لنفسك. المهم تفضفضي باي طريقه، واهم حاجه المكان ده يكون امن للاستماع. ثالث حاجه، اعرفي الفرق بين الاستماع بدون حكم وبين الاستماع النقدي. الاول قلبك بيرتاح له ان حد يسمعك، ده النتيجه اللي انت هتحسيها ان قلبك هيكون مرتاح. التاني الاستماع النقدي هتحسي انه بيضغطك اكتر. رابع حاجه، تقبلي شعورك من غير محاولة تغييره فورا. مجرد انك تتقبلي شعورك ده بيبدأ يهدي جدا من جواكي، ودي اهم خطوة. في النهاية يا عزيزتي، مش كل الناس هتفهمك، ومش لازم ده اصلا يحصل. المهم انك تحسي بالراحة دي مع نفسك ومع مشاعرك. خدي وقت تسمعي فيه لنفسك، خدي وقت تفهمي شعورك، وافتكري دايما مجرد الاستماع لشعورك من غير حكم ده شيء قوي قوي وهيريح قلبك جدا. وان شاء الله اي وقت تحسي فيه بالاحتياج ده، افتكري دايما انك مش لوحدك، وانه طبيعي جدا ان حد يسمعك حتى لو الشخص ده هو انتي. ولو حابه تبعتيلي اي حاجه او تتكلمي في اي حاجه في الدنيا، او تتكلمي معايا في اي موضوع، او تشاركيني حاجه، تقدري تبعتيلي على انستجرام. هسيبلك اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. اتمنى لك يوم سعيد. زيك يا حلوه. اشوفك في فيديو قادم. تشاو تشاو.